راح أخونا وحبيبنا وصديقنا وأستاذنا الأستاذ سعود الشيخي، مدير الإعلام بمنطقة مكة المكرمة سابقا، ومنيرنا في كل الأوقات سابقا ولاحقا. فنبارك لك يا أبو سلطان هذا الزواج لنجلك الشاب أحمد، وفقه الله وسدده وأسعده وبارك لهما وعليهما وجمع بينهما في خير. لا أريد أن أطيل، لكن هناك كلمة ترحيبية لأستاذنا الأستاذ سعود الشيخي في البداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة وسرور. أشكر جميع من حضر، شيوخ وأعيان، وفي البداية دعوني أشكر جماعتي المشايخ وأقول بيض الله وجيهكم كبيركم وصغيركم. وفي الحقيقة أنسابنا بني مالك ونعم الناس ونعم الرجال، وأنا فخور بأن يقترن ابني بهذا الاسم الجميل. الإخوة الشعراء، الإخوة اللي قدموا أشياء كبيرة وكثيرة لإنجاح الحفل، دعوني أذكر واحد أو اثنين. عبد العزيز بن علي بن زاهر بن زين، وعبد الرحمن بن محمد بن رضي، وسعيد بن إبراهيم بن جميع، والقائمة تطول. قلائد محبة لكل شخص حضر لهذه الليلة وشاركنا، وبيض الله وجيهكم. أنا فيه واحد من ألذ الناس الجميلين جدا في حياتي، أبو ثامر. أبو ثامر شيخ، أبو ثامر شاعر، أبو ثامر تربوي، أبو ثامر حضر رغم أنه لديه زواج لقريبه. بيض الله وجهك يا الشيخ غرم الله. وما أدري أنا بيني وبينكم إذا مسكت الميكروفون لن وفرصة أنتهزها. أشكر الأستاذ وكبير المذيعين حبيب القلب أبو عبد العزيز، الأستاذ سعد زهير الشمراني. سعد زهير دائما ما يتغنى بالجنوب وأهل الجنوب، وأنا أبغاكم ما يعني تطلبون منه أن يشارك. هو اليوم ما عنده قصائد، لكن أبغاكم تخلونه يقصد الليلة. أتى من لا بلاش أقدمه، أنت تقدم. أيوه، هذا كل ما لدي، وندعو للعريسين إن شاء الله بالتوفيق والسداد، وهمسي في أذن العريس بأن يحافظ على هذه الجوهرة الثمينة التي كانت معززة مكرمة في بيت والدها. وبارك الله في الجميع. وأنا بأنتقل إلى الكراسي وأصير مستمع لسعد زهير. السلام عليكم. الله يبيض وجهك يا أبو سلطان، وأنا أشكرك على روعة كلماتك، وأهنيك أيضا على هذا الحب الذي تحظى به من قبل هؤلاء الحضور جميعا. وفق الله العرسان.